السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة دندنو، حيث خرجت الديفا ريبيكا، ومن منا لا يعرف ريبيكا المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تعطي رأيها في موضوع حساس جدا بطريقة أثارت اشمئزاز البعض وأثارت غضب البعض، كذلك أثارت فرحة الكثيرين من محبين هذه المؤثرة الريبيكية. أما الآن ندخل إلى الموضوع وأجعلكم تشاهدون ماذا قالت، ثم نعود مع بعض. شوف الحكاية تاع هذا وهذا، هاني جاية نحكيها لكم. الحكاية البنات هي أنه كاين الأصفر اللي مسكين كانت مقاودة عليه، وكاين الأخضر اللي دار الخير في الأصفر. حقا ما حقا الأصفر كانت مقاودة عليه حتى الفم، وصلت له على بالي كاين اللي ما فهمش شكون هو الاخضر وشكون هو الاصفر. خوتي، الاخضر هو انسان ناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحب يدير الخير ويقدم المساعدات للناس. الاخضر شاف الاصفر مرنك عليه، اما لا راح دار الاخضر الخير في الاصفر، والاصفر رجع له بالشر. كملوا الحكايه على لسان ريبيكا، عاود شي تقدر تفهمكم خير مني. نعم، قال لك حقا ما حقا يبات في الطواليت، الله اعلم احنا ما شفناش. الاخضر واش دار مسكين؟ راح جاب الناس ودار فيديو ولملو صوارد وجاب له السكنه وخرجوا من الهم اللي كان فيه. ينوض الاصفر واش يدار؟ ينوض يسب الاخضر اللي خرجوا من الميزيريه. معليش، هنا فهمنا وهذه من عاداتنا، وإحنا موالفين بالحكايات هذو، انك تدير الخير في الناس ويرجع لك شر، هذه معتادين عليها، ومن اللي كانت الدنيا والدين موجودين صوالح كيما هذو. ولا لا لا خوتي، باينه الحكايه هذه. لكن ريبيكا كان لها رأي آخر، قالت كلام ما كانش لازم انه يتقال يا خوتي. اسمعوا واش قالت الديفا ريبيكا ولا نعاودها. قال لهم هذا بيسرق لي الدراهم تاع لاكاديات. قلت لكم يا البنات ما ديروش الخير في الناس. هنا يا ريبيكا غلطتي غلطة العمر. هنا راكي تشجعي الناس انها ما تديرش الخير وحابة تقطعي الخير من المجتمع. احنا ما نقولوش انه هذا الاصفر دار الشر في الاخضر، لا لا، باش نقطعوا الخير ما نديروش الخير في بعضياتنا. هنا درتي غلطة كبيرة، لانه الخير مش كل الناس نكارين خير، مازال ولاد الاصل، مازالوا الناس اللي صح يحتاجوا ان نقفوا معاهم ونقفوا معاهم في السراء والضراء. خوتي العزاز، هنا نحبسوا الفيديو ما نكملوهش. وشفتوا الغلطة الكبيرة اللي دارتها ريبيكا، نتمنى انتم كذلك تديوا العبرة وما تسمعوش لكلامها في هذا النقطة، لانه هذه النقطة حساسة بزاف. وانت درت الخير في واحد ورجعوا لك شر، مش معناته انه الناس كامل راح يكون المقابل تاعها شر. ممكن الناس ما تنساش الخير وترجحوا لك اضعاف مضاعفة. يعني ما لازمش نحصروا الخير اللي داروا الاخضر في الاصفر على الناس كامل، لكن لازمنا ان نديروا الحكمة لهنا ونخدموا شويه رسالنا باش نقدروا نتماشاو في هذه الحياة. خوتي العزاز، اذا ما عجبتكمش كلام ريبيكا وعلى بالي ما عجبكمش، ديروا جام وابونيو وعلقوا، واذا عجبكم كلامها كذلك ديروا جام وابونيو وعلقوا وكثروا لي من تعليقات. السلام عليكم.